تصوير المراقبة الآتي كان آخر ظهور لكريستال ماكداول وهي طالعة من بيت حبيبها وبعدها اختفت. والغريب في القضية اليوم إنه يوم اختفائها كان بيصادف اليوم اللي ضرب فيه الإعصار في تكساس، فالفاعل اختار الوقت اللي كتير مناسب حتى ما يضل ولا دليل وراه. هلو جايز، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وقضية جديدة، وقبل ما ابتدي بدي اشكركم كلكم، كل العالم بتعمل لي لايك، كل العالم بتخلي لي كومنتس كتير حلوين. نفس ما بقلكم دايما هالكومنتس كتير بيشجعوني وكتير بيخلوا يومي كتير حلو. كل ما بقرا كومنتس بنبسط وطاقتي كتير بتعلى، فشكرا لكم كتير و I love you guys. وفي قضية اليوم ما في عنا متهم واحد، في عنا 3 متهمين، فخليكم مركزين. وقبل ما اخلص القضية قولوا لي شو رأيكم تحت، مين بتقولوا انه هو الفاعل؟ وبدون ما اطول عليكم قبل ما نبتدي ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك، تعملوا لايك اذا عجبكم فيديو اليوم، وليتس جو. كريستال ماكداول انولدت يوم 26 أكتوبر سنة 1979 في تكساس. أمها كان اسمها باميلا وبيها كان اسمه ستيف. عاشت طفولة اللي كتير صعبة لأنه بيها وأمها كانوا مدمنين على المخدرات، وكانت علاقتها فيهم كتير بشعة، واثنيناتهم ماتوا بجرعة زائدة بفرق أشهر عن بعض. ماتت أمها وبعدين بأشهر مات بيها، ولما ماتوا تركوها وهي عمرها فقط 11 سنة. ولما صار عمرها 13 سنة تم اختطافها من شخص مجهول، وهالشخص حبسها في قفص مع الدجاج لمدة أيام، حتى في يوم عرفت إنه هي لحالها وقدرت إنه هي تهرب. وبعدها راحت وعاشت مع عمها اللي كان اسمه جيف هو وعائلته، وكتير اهتم فيها وكان كتير بيحبها. وبحكم الطفولة اللي مرقت منها كريستال وكيف شافت إنه بيها وأمها انتهى بيهم المطاف ميتين بسبب المخدرات والاشياء البشعه اللي كانوا عم يعملوها، هالشي شجعها كتير انه هي تدرس وتشتغل على حالها وتبني لحالها حياه اللي كتير منيحه. ما تنسوا حتى اذا عاشت مع عمها هالشي ما بيعوض حنان الام والاب، ففي جميع الاحوال عمها عاملها منيح، بس كريستال كانت بدها هي تبني حياتها، كان بدها هي تكون ناجحه في حياتها. درست وتخرجت، ولما كان عمرها 25 التقت برجال اسمه ستيفن ماكداول. ويوم التقت وتعرفت عليه رجعت للبيت عند عمتها وقالت له انه هي التقت برجال احلامها اللي رح تكمل معه حياتها. وفعلا سنة 2007 تزوجت كريستال بستيفن، وكانت علاقتهم بتبين انه هي علاقة اللي كتير مثالية. بس نفس العادة العالم بتشوف المثالية من برا، ما بتعرف شو صاير بين الرجال ومرته، وما حدا فينا فيه يعرف. في هذا الوقت كانت بتشتغل كريستال كمضيفة طيران في شركة جيت اكسبرس. وزيادة انه هي ما كانت دايما بتكون في البيت، كريستال كانت بتخون زوجها، وستيفن مسكها وهي عم بتخونه أكتر من مرة، وكان بيسامحها لأنه ستيفن كان كتير بيحب الكريستال. ومع انه ستيفن كان كتير متعلق في كريستال، في سنة 2008 كريستال هي اللي قدمت على الطلاق، راحت على المحكمة وقدمت دعوة طلاق ضد ستيفن، بس على آخر لحظة كريستال راحت وتراجعت على هالدعوة، والسبب رح نعرفه بعدين. ففينا نقول إنه كريستال وستيفن عم بيحاولوا يعطوا لحالهم فرصة تانية في هالعلاقة أو في هالزواج اللي كان صار له بس سنة واحدة. هن تزوجوا في 2007 وكريستال قدمت على الطلاق في 2008. ونفس كل المتزوجين أو أغلبية المتزوجين أول شي بيجي عبالهم هن علاقتهم خربانة وعلاقتهم سامة وما عم يتفاهموا مع بعض. شو بنعمل؟ بنحاول نتفاهم، بنحاول نقعدوا نحكي، تعال نجيب أولاد. فكانت كمان هي خطة كريستال وستيفن، وبالفعل جابوا صبي وبنت. مع العلم إنه ستيفن كان متزوج قبل وعنده بنت كبيرة، يعني كان في عمرها هالوقت تقريبا ممكن نقول شي 13-14 سنة، يعني ممكن نقوله كانت مراهقة. والغريب إنه عن جد علاقة كريستال وستيفن ابتدت عم تتحسن، وبحكم إنه هلأ كريستين صار عندها أولاد فما لازم تكون دايما بعيدة عليهم وعم تتنقل من دولة لدولة، من مدينة لمدينة. فقررت إنه هي تستقيل من شغلها كمضيفة طيران ولقت شغل كموظفة في العقارات، وهالشغل كتير نجح معها، صار عندها دخل اللي كتير خيالي. ففينا نقول إنه كريستال صارت هي المعيلة للعائلة، وستيفن صار هو اللي عم يقعد مع الأولاد. كريستال
كانت كتير بتحبهم لأولادها، فكانت بتطلعهم، بتاخدهم على الأماكن، كانت بتصرف كل مصرياتها على أولادها، بدها تعيشهم الطفولة اللي هي ما عاشتها. فهلأ أكيد كلكم رح تقولوا إنه حياتهم صارت كتير حلوة، قلتي لنا إنه علاقتهم تحسنت وكله تمام. بس مع كل هذا كانت علاقة كريستال وستيفن رايحة للهاوية، علاقتهم صارت كتير سامة، مع إنه ستيفن بيحبها بس هي ما كانت مبسوطة في حياتها. ولهيك سنة 2017 وبعد 10 سنين زواج قررت كريستال إنه هي تقدم على الطلاق للمرة الثانية. وهالمرة كريستال كانت متأكدة من قرارها وما تراجعت عن موضوع الطلاق، وفعلا تم الطلاق بيناتهم سنة 2017، مع العلم إنه هو كان رافض موضوع الطلاق مرة تانية، وصار في كتير إشياء ونفس ما قلت لكم رح نعرفهم قدام. ما علينا، فنفس ما قلت لكم كريستال ما كانت هديك الإنسانة البشعة اللي بدها تاخد الأولاد من بيهم، بالعكس كريستال اشترت بيت جديد لستيفن وعاشت معه هي والأولاد في نفس البيت، لأنه في هداك الوقت كان بيتها هي فيه إصلاحات، فكانت عايشة هي وياه والأولاد ما كانوا عارفينهم متطلقين، فكانوا شوي شوي عم بيحاولوا يوصلوا الفكرة للأولاد إنه هن بطلوا مع بعض. مع انه فينا نقول انه الاولاد كانوا شوي عارفين، لانه كريستال كانت بتنام في غرفه وستيفن كان بينام في غرفه تانية، وشوي شوي علاقتهم صارت عم بتصير علاقه اخويه، او فينا نقول مثلا مش اخوه، فينا نقول انه صاروا اصدقاء. وبعد اشهر قررت كريستال انه هي تفتح قلبها مره تانية وتتعرف على حدا تاني، وهون رح يفوت في القضيه شخص اسمه بول هارغريفر. بول صائغ مجوهرات في تكساس، تعرفت عليه كريستال وصاروا عم يظهروا مع بعض لمدة أشهر. بس كريستال كانت لساتها عايشة هي وستيفن في نفس البيت، وعارفة إنه هو بيكل لها حب كبير، فقررت إنه هي ما تخبره عن موضوع بول، مع إنه كريستال كانت شاكة إنه ستيفن عم بيراقبها من زمان، من أيام ما كانت هي عم بتخونه لما كانت مضيفة طيران. فخلونا نوقف هون وخلوني أعطيكم معلومة عن شي كان صاير قبل ما كريستال تتطلق هي وستيفن. قبل ما يتطلقوا كانوا عاملين انه هن رح يطلعوا في رحله في الكروز، يعني رحله في البحر، في هدوك الباتوات اللي بيكونوا كتير كبار. كانت رايحه كريستال، ستيفن، اولادهم وعمها جيف والعائله تبعهم. فبعد ما تطلقوا كريستن كان لسه بدها تاخذ مع ستيفن، بس هلا صار بول داخل حياتها، فقررت انه هي تعزم بول حتى يروح معهم على هالرحله. بس بعد ما فكرت قالت انه وجود بول وستيفن في نفس المكان رح يكون في شويه توتر، فعوض ما هي ما تعزم بول قررت انه هي تبطل تعزم ستيفن وتاخذ محله بول. بس هالرحله ما بعمرها رح تصير، لانه يوم 25 شهر 8 سنه 2017 كريستال اختفت، والليله اللي قبل اختفائها كان يوم خميس. فهالليله التقت هي وبول واثنيناتهم كانوا في سيارتين، هي كانت سايقه سياره المرسيدس وهو كان سايق سيارته. راحوا على البيت وقضت الليله كلها معه. واليوم الثاني صحيت على الساعه 7 وفي كاميرات المراقبه من بيته لبول بتفرجي كريستال وهي طالعه من هداك البيت. البروجرام تبع كريستال في هاليوم كان انه هو عنده زبونين بدها تلتقيهم، كل واحد بده يشوف بيت. فنفس ما قلت لكم كانت هي موظفه عقارات، وخلال هاليوم كمان كان بدها تقعد مع الاولاد. وبحكم انه خلال هداك اليوم كان يوم اعصار قررت كريستال انه هي تلغي الموعدين اللي عندها مع الزباين وتروح على البيت وتقعد مع اولادها. ففينا نقول انه كريستال لما طلعت من بيته لبول كانت متوجهه عند ستيفن والاولاد، بس للاسف بعد ما طلعت كريستال من بيته لبول اختفت. كريستال ما بعمرها وصلت للبيت عند ستيفن ولا عند أولادها. بيقول بول إنه خلال هداك اليوم ضلوا عم يبعت لها رسائل وعم بيدق لها، بس هي ما كانت عم بترد، فاضطر إنه هو يتواصل مع عمها اللي كان اسمه جيف ويخبره إنه كريستال ما عم بترد عليه. فعمها جيف تواصل مع ستيفن، وستيفن كمان قال إنه هو ما سمع منها خبر. فهلأ صار في عنا 3 أشخاص عارفين باختفاء كريستال، بس الغريب إنه في هداك اليوم لا بول ولا ستيفن ولا جيف بلغوا عن اختفاء كريستال، مع العلم إنه كان يوم إعصار ومستحيل أم تترك أولادها فاليوم. واللي بلغ عن اختفاء كريستال كان هو عمة جيف، بس مش يوم 25 اللي كان يوم جمعة، بلغ عن اختفاء يوم السبت اللي كان يوم 26. اتصل على الشرطة وخبرهم إنه كريستال من يوم 25 الصبح على الساعة 7 ما حدا لاقيها، ما حدا عارف يتواصل معها، وما إلها أثر. County Sheriff's Office. It's my niece. Okay, your niece.
No one can get a hold of her. No one has heard from her. And I'm really concerned. الكل كان متوتر بخصوص اختفاء كريستال، لأنه هالأشياء مش من طبيعتها، مش من طبيعتها إنه تترك أولادها، وخصوصاً في نفس هاليوم. نفس ما قلت لكم قبل، كانت كتير بتحب أولادها ومستحيل تتركهم في يوم إعصار، وخصوصاً إنه في هاليوم كتير عالم تخسر أولادها، تخسر بيوتها، تخسر حيواناتها، تخسر كتير اشياء، لانه الفيضان بيجر كل شيء. فالشرطه بالرغم انه هن كان عندهم كتير شغل، لانه كتير عالم ماتت، كتير عالم خسرت بيوتها، كتير عالم مفقوده، قرروا انهم هن يجوا ويحققوا في اختفاء كريستال، مع انهم هن كانوا متاكدين 100% انه كريستال مش ضحيه فيضانات، لانه اختفائها كان قبل ما تفيض المي على البيوت. فاول شخص ابتدوا معه التحقيق هو عمها جيف، وكانت عليه كتير شكوك، والشرطة ركزت في شغلتين اتجاهه. أول شغلة إنه هو يوم 26 راح على بيته. رح تقولوا لي اوكي، بنت خيه مختفيه لازم يروح على بيته يشوف اذا في شيء. الشرطه اعتبرت انه هو راح على البيت اللي ممكن يكون مسرح جريمه وممكن يكون لعب في الادله. والسبب الثاني اللي خلاهم يشكوا فيه انه هو راح واجر محقق خاص حتى يحقق في قضيه اختفاء كريستال في نفس اليوم اللي بلغ فيه الشرطه. فالشرطه قالت انه نحن جبنا محققين حتى يحققوا في الاختفاء، مش نحن ما عم نعمل شغلنا حتى يروح ويجيب محقق خاص. فهو اكيد عم بيحاول يخبي شيء، واكيد ما عم بيقول كل شيء عم يعرفه. بس الشرطه كان عندها شخصين تانيين شاكه فيهم، واللي هن ستيفن وبول، لانه هالشخصين أكتر شخصين مقربين لكريستال وأكتر شخصين ممكن يوصلوا له، وهن نفسهم الشخصين اللي ما بلغوا عن اختفائها. فالشرطة جابت ستيفن حتى تحقق معه، وكان كتير متعاون، وحكى لهم كيف زواجهم خلص بطريقة اللي كتير منيحة وخلص في ظروف اللي كتير طبيعية، وهن لحديت هلأ لساتهم عايشين مع بعض وعم بيربوا أولادهم مع بعض وعايشين نفس الإخوة. وكمان أعطاهم معلومة، قال لهم يوم اختفاء كريستال يوم 25 على الساعة 7 الصبح تلقيت رسالة منها بتقول فيها أنا جاية على البيت، هل في عندك مي؟ وبعدين تلقى رسالة تانية مكتوب فيها إنه شكلها بس عم بتشتي، أنا جاية على البيت بس رح ضلني مع الأولاد في البيت. ورسالة ثالثة بتقول فيها كريستال إنه أنا رح إجي أخذ الأولاد وباخدهم على دالاس. بس الرسالة الثالثة ما في عنا أي معلومات هل هي مؤكدة أو لا، لأنه هالرسالة عمها جيف بيقول إنه هو شافها في تليفونه لستيفن، فما في مصادر موثقة بتقول إنه هالرسالة عن جد وصلت لستيفن. وكمان ستيفن قال لهم إنه لازم تركزوا في بول أكتر، لأنه هو آخر شخص شافه وممكن تكون عنده علاقة بالاختفاء. الشرطة كمان جابت عمها جيف للتحقيق، وخلال التحقيق معهم قال لهم إنه ستيفن إنسان اللي كتير منيح، لسه هو وكريستال في علاقة اللي كتير منيحة، عم بيربوا أولادهم مع بعض. بس بول العائلة كلها منا مرتاحة اتجاهه وفي عليه كتير شكوك. أنا بنصحكم إنه أنتوا تركزوا عليه. فهلأ في عنا شخصين عم بيوجهوا الاتهام لبول، فالشرطة هلأ زادت شكوكها أكتر وأكتر اتجاهه، فقرروا إنهم هن يبحثوا وراه ولاقوا كتير اشياء. متذكرين تصوير كريستال وهي طالعة من بيته لبول؟ اتضح للشرطة انه هالتصوير وصل للصحافة قبل ما يوصل لإلهم، وهي بيعني انه بول سلم التصوير للصحافة قبل ما يسلمه للمحققين. هالشغلة ما بتخليه انه هو يكون مجرم او متهم، بس ليش انت ممكن تسلم التصوير للصحافة قبل ما تسلمه للمحققين؟ وقبل ما الشرطة تتوصل بمعلومات اكثر بالنسبة لبول، رح يوصلها اتصال انه سيارة لكريستال مصفوفة في باركينج تبع موتيل، وهالموتيل بعيد عن بيتها لكريستال ب 25 كيلومتر. فالشرطة كان بالنسبة لإلها هي خيط اللي كتير كبير، الخيط اللي ممكن يوصلهم للفاعل. وبحكم انه كان في فيضان والارض كلها مي والبيوت كلها مدمره، اضطرت الشرطه انه تاخذ قارب صغير وسط المدينه. انتم متخيلين انه المدينه كلها طايفه، اضطروا انهم ياخذوا قارب صغير من قسم الشرطه للمكان اللي وصلته المعلومه انه سيارتها مصفوفه فيه. The cops were here busting in doors to find out where this lady is. فلما وصلوا المحققين للسيارة لقوا إنه السيارة مفتوحة والمفاتيح داخلها، فمعنيتها إنه الشخص اللي صف السيارة كان عنده أمل إنه أي حدا ممكن يلاقي السيارة فيها مفاتيح ويسرقها، أو ممكن الفيضان ياخد السيارة ويجرها معه في المي. فمعنيتها إنه الفيضان
كان جزء من الخطة. عموما الشرطة أخذت السيارة على مكتب التحقيق الجنائي حتى يتم فحصها ويشوفوا هل عليها أي DNA، هي عليها أي بصمات، مين كان راكب فيها، ويشيكوها كلها. بس للأسف اتضح انه السيارة ما عليها اي اثر، حتى اثر كريستال منه موجود عليها، لانه المطر اللي كان والمي اللي كانت غرقانة فيها السيارة مسحت كل الادلة. فهون الشرطة رجعت للنقطة صفر. ومع مرور الوقت الشرطة ابتدت عم تتضح عند الصورة انه كريستال ما كانت ضحية من ضحايا الفيضان، وكريستال ما هربت. هلا لقوا سيارتها ما في اكتيفيتيز في البنك تبعها وما تم استعمال تليفونها. فوين هي كريستال؟ هذا السؤال كان هو سؤال العائلة تبع كريستال، وكان هو السؤال اللي بتطرحه الصحافة على الشرطة. فالشرطة هون كانت متوترة، والمحققين ما كانوا عارفين على مين بدهم يركزوا. هل يركزوا على بول حبيبة لكريستال، أو يركزوا على ستيفن طليقها، أو يركزوا على جيف عمها، خصوصاً إنه كل واحد فيهم عم بيحاول يتهم الثاني، وكل واحد بيقول الثاني هو اللي عمله. فالشرطة عملت اختبار كشف الكذب لثلاثتهم، وثلاثتهم سقطوا في الاختبار. بالنسبة لاختبار كشف الكذب ما فينا نأكد على مصداقيته، لأنه أصلاً ما بيتم استعماله في المحكمة، منه شيء ممكن مثلاً يكون دليل ضد الشخص، هن بس بيعملوه المحققين حتى يشوفوا هالشخص اللي قدامهم هل هو عم بيكذب عليهم في شيء، حتى بس إذا هو نجح يتم شوي استبعاده من دائرة المتهمين. بس نسيت ما قلت لكم شغلة، خلوني أقول لكم شو قال بول في التحقيق معه. لما تم التحقيق مع بول قال لهم إنه ستيفن وكريستال علاقتهم ما كانت منيحة نهائيا، حتى بعد الطلاق علاقتهم كانت كتير سامة، وكريستال كان بدها تطلع من هداك البيت في أقرب وقت. قال لهم إنه كريستال لما قدمت على الطلاق سنة 2008 هددها ستيفن إنه هو رح يقتل حاله، ولهيك هي رجعت وتنازلت عن دعوة الطلاق. ولما قدمت على الطلاق سنة 2017 هددها انه هو رح يقتل الاولاد وبعدين رح يقتل حاله. بس كريستال كانت مصممة على الطلاق وكملت في القضية. وهلأ انتو عرفتوا ليش كريستال اتنازلت عن الطلاق سنة 2008. بعد التحقيق مع بول وصل المحققين لشيء اللي كتير قوي في هالقضية. متذكرين إنه سيارة لكريستال ما كان فيها شيء لا داخل ولا برا، لا أدلة ممكن تساعد المحققين يوصلوا للفاعل، بس المكان اللي كانت مصفوفة فيه سيارة كريستال فيه كاميرات مراقبة. الشرطة توصلت لتسجيلات كاميرات المراقبة من محطة وقود قريبة من المكان اللي كانت مصفوفة فيه السيارة، بس للأسف هالكاميرات كانت شوية مظلمة وكان في مطر والتصوير ما كان كتير واضح. فهالتصوير بيبان انه شخص اجا وصف السيارة ونزل منها وراح. فالشرطة ما استفادت شيء غير انه اجا رجال صف السيارة تركها ونزل. بس بعد 5 ساعات مما تم صف السيارة كاميرات المراقبة سجلت شيء تاني، سجلت سيارة ستيفن وهي عم بتصف في نفس محطة الوقود. ستيفن صف سيارته قدام هداك اللي بتحط فيه حتى تحط البنزين في السيارة، نزل من السيارة وراح باتجاه الموتيل اللي كانت مصفوفة فيه سيارة كريستال. المحققين بيقولوا إنه هو ممكن نزل يشوف هل في أحد سرق السيارة أو لساتها محلها، زيادة إنه هو راح باتجاه الموتيل. ستيفن ما عبى سيارته بالبنزين ولا اشترى شيء من محطة الوقود، بس لاحظوا في كاميرات المراقبة إنه هو طلع كيس من سيارته ورماه في سلة المهملات ودخل إيده داخل ودفشه. المحققين أكيد أول شيء رح يعملوه إنه هن يروحوا يشوفوا شو رمى في سلة المهملات، بس للأسف لما راحوا يشوفوا شو كان فيها لقوا إنه الفيضان جر كل شيء كان فيها وسلة المهملات ما فيها ولا شيء. فأكيد إذا مركزين معي رح تتساءلوا إذا هو صف السيارة قبل 5 ساعات كيف رجع على بيته؟ وهي نفس السؤال اللي كان عند المحققين. فضلوا عم بيحاولوا يتذكروا وراحوا شافوا التيب تبع التحقيق مع ستيفن
ووصلوا إنه ستيفن قال لهم إنه خلال اليوم اللي اختفت فيه كريستال هو راح على وولمارت، ومن غريب الصدف المكان اللي كانت مصفوفة فيه سيارة كريستال في الجهة الثانية من الطريق في محل وولمارت. فالشرطة راحت وشيكت كاميرات المراقبة اللي موجودة في هالمحل ليكتشفوا إنه في نفس اليوم ستيفن فات على وولمارت، لف فيه شوي وبعدين اشترى دراجة هوائية ركب فيها وساقها باتجاه بيته اللي بيبعد 25 كيلومتر. وأكيد كل هالأحداث مستحيل تكون صدفة، ما في شخص بيجي على نفس محطة الوقود اللي كانت فيها السيارة مصفوفة قبل ما الشرطة حتى توصل عليها. مستحيل حدا مثلا يروح يشتري بايسكل في يوم اللي كان فيه فيضان ومطر ويسوقها 25 كيلومتر. فالشرطة جابت ستيفن للتحقيق للمرة الثانية، بس ما اتهموه بشيء، ما قالوا له إنه نحن عنا تصوير كاميرات المراقبة، بس رجعوا حللوا معه العلاقة تبعه مع كريستال، شو صاير، شو كنت عم تعمل، وراجعوا معه كل كلمة قالها قبل وتركوه يروح، لأنه الشرطة ما كان عندها ولا دليل مادي، ما في عندهم جثة، ما في عندهم غير تصوير كاميرات المراقبة اللي هو ممكن يقول إنه كانت كلها صدفة، ما في عندهم دليل قوي حتى يبنوا عليه قضية اللي كتير قوية. بس المحققين كانوا كتير مبسوطين إنه هن على الأقل قربوا للشخص، عرفوه، عم يبنوا قصة، عم يعرفوا شو صار شوي شوي. ولهيك قرروا إنه هن يبحثوا أكتر وأكتر في علاقة كريستال وستيفن. فطلبوا من عمتها إنه هي تضل مع ستيفن وتراقب تصرفاته وتشوف هل هو رح يذكر أي شيء عن كريستال. بس هالخطة فشلت لأنه ستيفن ما قال ولا شيء، ما ذكر ولا شيء بخص كريستال. فنظمت الشرطة حملات بحث اللي كتير كبيرة في محيط المكان اللي لقوا فيه سيارة كريستال، محيط بيتها، على أمل إنه هن يلاقوا جثتها، لأنه كانوا متأكدين إنه كريستال توفت، لأنه كريستال مستحيل تبعد عن أولادها يوم. بس للأسف بعد ما العالم بحثت ما لاقوا ولا شيء، وبهيك الشرطة ما بيكون عندها غير دليل واحد اللي هو تسجيل كاميرات المراقبة. فجابوا ستيفن وابتدوا معه التحقيق على أمل إنه هو يعترف. فرجوه تصوير كاميرات المراقبة من هو جاب السيارة، لما هو نزل من سيارته وراح شيك على السيارة الثانية، وهو سايق الدراجة من وولمارت القريب من سيارته لكريستال. كل التصوير اللي لقوه فرجوه اياه. انتوا عارفين شو كان جواب ستيفن؟ قال لهم ما فيكم تثبتوا علي شيء. بس الشرطة ضلت عم بتحاول معه، بس هو كان كأنه متكبر وما بده يعترف بشيء، عم بيقول لهم مش أنا اللي عملتها. فما ترك للشرطة خيار غير إنهم هن يهددوه. فهددوه إنهم هن رح ياخدوا أولاده ورح يعطوهم لعائلة تانية حتى يربوهم، ورح يطلعوا قرار إنه هو ما فيه يشوفهم مرة تانية في حياته. هون ستيفن ابتدى عم بيتحطم شوي، وابتدى كأنه عم يبرد وبده يحكي لهم شو صار. بس على آخر لحظة قال لهم أنا رح أحكي لكم شو صار، بس مش هلا، رح أحكي لكم شو صار بكرة الصبح. بدي روح على بيتي اليوم، نام في بيتي وأحكي مع بنتي، ورح لكم كل شي صار، بس بشرط إنه ما يتم الحكم علي بالإعدام. وفي نفس هاليوم أخذت منه الشرطة شوية معلومات، وأهمها إنه هي كان بدها تاخده معها على الرحلة، وآخر لحظة كنسلت عليه وكان بدها تاخد بول. وتاني شغلة إنه قبل أيام من اختفائها كريستال قالت لستيفن إنه هي رح تبطل تصرف عليه. عموما الشرطة ما كان في عندها خيار تاني غير إنه هي تخليه يروح واليوم التاني يجي ويعترف له، مع إنه كان عندهم احتمال كبير إنه هو ممكن يهرب، بس ما كان في عندهم شيء تاني غير إنه يخلوه يروح واليوم التاني يجي يعترف، لأنه ما في عندهم جثة، ما في عندهم ولا دليل عن شو صار بالضبط. لما راح على بيته اتصل على بنته اللي قلت لكم كانت مراهقة، اجت لعنده للبيت وضلوا عم بيحكيها انه الشرطة بدها تتهمه بقضية قتل كريستال وهو ما عمل له شيء وهو بريء، والعالم عم تحاول تشوه سمعته. بس آخر شيء قال لها انه الشرطة رح يجوا عندي بكرة ورح اخذهم على مكان جثة كريستال. فقالت له بنته كيف بدك تاخذهم على مكان الجثة وانت ما عارف مكانها؟ فطلع عليها وقال لها انا قتلت كريستال وانا بكرة رح اخذ الشرطة
على مكان الجثة. بنته انهارت، وبنته عم بتقول إنه بيا كان قايل لها إنه هو كان مخطط في الرحلة اللي بدهم يروحوا في الكروز إنه يرجع ويتقدم لكريستال مرة تانية ويتزوجوا خلال هالرحلة. فأنا حسيت فينا نقول إنه هالرحلة لما تكنسلت عليه حس إنه علاقته بكريستال اتس دان، يعني بطل في امل انه هو وكريستال يرجعوا مع بعض. كان مخطط وشاري كوستيوم ابيض حتى هو يتقدم له فيه، حتى شاري له دريس بيضة حتى يرجعوا يتزوجوا فيها مع بعضهم. وفعلا اجت الشرطة اليوم الثاني الصبح واخذوا ستيفن واخذهم على المحل اللي كانت فيه الجثة تبع كريستال. وسبحان الله، الله لما بيكون بده يكشف حدا بيكشفه. كريستال كانت في مكان اللي كان فيه كتير اشجار، ومع كل الفيضان اللي صار في تكساس جثتها ضلت في محلها وما لمسها المي. أخذوه الشرطة على غرفة التحقيق وابتدوا معه التحقيق، وقال إنه كريستال فعلا في هذاك اليوم اجت عنده للبيت، ولما عرف إنه هي كانت مع بول ابتدوا عم يتناقشوا شوي وهو كتير عصب، فهي ورايحة مسكها من ورا وخنقها. When she told you that she didn't love you anymore? Yeah. When she told you she didn't want to be with you or have anything to do with you? I squeezed her behind her under this. Okay, like a chokehold or something? Did she say anything when that was going on, or did you fight, or what happened? Just was scaring her. How did you eventually know that she was no longer alive? وما حس على حاله حتى كانت كريستال توفت. مسكها وحطها في كيس زبالة. واليوم الثاني اللي كان هو يوم 26، يعني يوم السبت مش نفس يوم الاختفاء اللي فيه، أخذها على المكان اللي كانت فيه الجثة تبعها اللي هو كله أشجار، وبعدها أخذ سيارته وصفى في الموتيل وراح على وولمارت اشترى دراجة وساقها على البيت. وبعدها ب5 ساعات راح حتى يشيك هل السيارة كانت موجودة في محلها أو حدا سرقها. And what'd you do after that? I covered her face with a bag. And then you put her in the car? I tied her up, put her in the trash bags, and put her in the car. وبعد 2 سنين وتحديداً شهر 6 سنة 2019 ابتدت المحاكمة تبع ستيفن. خلال المحاكمة رح أقلكن عن شيء اسمه جريمة الشغف. مثلاً إنه شخص بيكون بده مثلاً يعبط شخص، وبهديك العبطة مثلاً إذا مسكوا لثواني اللي كتير طويلة الشخص مثلاً ممكن ينخنق ويموت أو يصير له شيء. وإذا شخص ارتكب شيء نفس هيك ممكن ينحكم عليه بس ب2 سنين. خلال المحاكمة الدفاع تبع ستيفن رح يقول إنه هو بس كان عابطة وخنقة وماتت في إيده، يعني هو عمل جريمة شغف. بس القاضي والجوري ما مشي عليهم هالموضوع، لأنه في تسجيل مع المحققين وهن عم بيحققوا معه وهو عم بيقول إنه خنقة من ورا مش من قدام، ما كان عابطة. الحمد لله تم الحكم عليه ب50 سنة، إن شاء الله يعفن في السجن. بالنسبة لأولادها لكريستال اضطرت عمتها إنه هي تخبرهم بموضوع وفاة أمهم. كان الموضوع كتير صعب عليهم لأنهم هن كانوا كتير بيحبوها، وهلأ أولادها عم تربيهم صديقتها وهي اللي تكلفت بأكلهم بشربهم ببيتهم بمدارسهم. ونعم الصداقة. دايما أنا في آخر القصة بعطيكم أنا الخلاصة اللي استنتجتها، النصيحة اللي استنتجتها. شو رح قلكم؟ ما تتزوجوا، ما تجيبوا أولاد، ما فيك تقول هالكلام لحدا، بس يعني الكلمة الوحيدة اللي فيني قلكم إياها إنه خليكم بعاد من الناس التوكسيك، خليكن بعاد من الحب تبع التملك. خلوا لي آرائكم تحت، خلوا لي انتوا شو استنتجتوا، انتوا اعطوني النصائح، وانا بضرب لكم موعد ان شاء الله في القضية الجاية. وهلا رح اقول لكم باي باي.